بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير. النهارده يا جماعه يعني طالبه منكم طلب واحد بس بامانه بالله عليكم، لان صاحبه الكومنت ده طالبه مني الطلب ده وطالباه من حضراتكم طبعا. بالله عليكم، هي يعني بتقول ان عايزه ولادها ربنا يحفظهم يا رب ويبارك لها فيهم. نفسها فعلا يجي لها عرسان صالحين لاولادها يا رب يحفظهم لها بحق لا اله الا الله، وطالبه منكم دعوه ان احنا ندعي لها كلنا يا رب يجي لها بحق لا اله الا الله عرسان صالحين يتقوا الله في بناتها يا رب واحفظهم لها وكفيهم شر ولاد الحرام وشر الصحبه السوء. ربنا يا بنتي يحفظهم لك وبارك لك فيهم ويجي لهم اللي يسر خاطرك وريح قلبك من ناحيتهم بحق لا اله الا الله يا رب. انا بدعيها لك من قلبي ورب الكون، انا بدعيها لك من قلبي لاني فعلا يعني انا ببقى عارفه فعلا الام بتشيل هم ازاي لستره ولادها زي ما بيقولوا، وان هي توصلهم بر الامان وكلام من ده. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يا حبيبتي يبارك لك فيهم ويحفظهم لك ويكفيهم شر ولاد الحرام ويبعت لك اللي يطمن قلبك ويريح قلبك من ناحيتهم. يبعت لك يا رب ازواج صالحين لهم يكونوا ولادك ويكونوا كمان اخوات لاولادك ويكونوا ازواج لبناتك، يحفظهم لك ربنا بحق لا اله الا الله. وان شاء الله، لان هي حلفتني يا جماعه ان عايزه فعلا دعواتكم، وقالت اول ما الفيديو الجاي اطلبي من متابعينك ان هم يدعوا لي. فانا دي امانه طبعا انا وصلتها، هو الحمد لله رب العالمين. ومن ناحيتي ربنا يا رب يتقبل منك ويتقبل بحق لا اله الا الله مني ومنك يا رب، ويسعدك باولادك وبارك لك فيهم. وكلنا ندعي يا جماعه، لان كلنا عندنا اولاد وعندنا بنات، وكلنا يا رب يحفظهم البنات بالازواج الصالحين ويحفظ ولادنا بالبنات الصالحين كمان يا رب بحق لا اله الا الله، اللي يتقوا الله فيهم ويحافظوا عليهم. طيب انا بقى النهارده باذن الرحمن هنرجع بقى لغدانا النهارده ان شاء الله. غدا بقول لكم توفير التوفير الحمد لله رب العالمين. انا ما عملت النهارده، ما عملتش حاجه خالص طبعا. كله الحمد لله موجود في البيت يا جماعه، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عملت احنا النهارده اكلتنا اكله شعبيه. نطفي النور بس اللي عمال يعاكسنا ده. اكلتنا النهارده اكله شعبيه يا جماعه، فالحمد لله رب العالمين. النهارده عملت الطعميه، طلعتها من الثلاجه عملتها، وعملت الفول طبعا انا عاملاه يا جماعه وعيناه في الفريزر وبحطه اكياس كده وبعمل على قدنا الحمد لله. عملت كده، وطبعا حمرت بطاطس كمان. انا كنت جايبه البطاطس يا جماعه الكيلو ب5 جنيه، خطيره خطيره زي ما انتم شايفين بقول لكم. بطاطس تحمير الهي ربنا يبارك له في صحته بحق لا اله الا الله. التاجر اللي ما يغش ويبقى كمان فعلا امين ويدي كده يدي لنا ايه، يدي بالاسعار الحلوه المريحه، اللهم بارك له في صحته يا رب. لان هو قال لي هي ب5 جنيه وانا منقيه، وهو طبعا كسبان فيه، وغيره بيبيع ب10 وب15 كده، حرام ربنا يفكها يا رب. المهم عملت يا جماعه بتنجان كمان، عملت البتنجان ده مشوي. شويته كده على الشياطه على الفرن. والله ما شغلت الفرن، على البوتاجاز قصدي، ما شغلتش الفرن. وعملت شويت معاه حبايه طماطم، وشويت معاه قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر والخضره طبعا، وعملتهم كده الحمد لله زي الفل وجميل، وحطيت عليهم طبعا معلقه طحينه. طيب ده كمان يا جماعه، ده مش بقى المش ده خلي بالكم. الجبنه بتاعتنا القديمه والمش بتاعنا بقى زي الفل كده بقول لكم. ده الطبق الرئيسي بقى اللي يمكن يعني بيبقى واكل الجو كله زي ما بيقولوا. وعندي طبعا بلح يا جماعه انا بحطه في التلاجة في الفريزر، بطلعه اكياس كده، وعملت منه عجوه كده الوقت الحمد لله زي الفل اهو. طيب القرنبيط بتاعنا اللي كنا شاريينه برده كنا شاريينه بسعر رخيص، اللهم لك الحمد والشكر. عندي خلاص اهو، كنت برده بلف القرنبيطه يا جماعه في استرتش وبعينها في التلاجة على رف التلاجة، واما بعوز باخد كميه اللي انا عايزاها واسيب الباقي زي ما هو كده، تطلع زي الفل وجميله. عملت طبق القرنبيط اهو، وهنا طبعا الطماطم والخيار كده زي الفل ما شاء الله. طيب الطبق ده بقى بصوا، خطير خطير خطير. ده المرته يا جماعه، انتوا عارفين اهو. انا المرته طلعت لي اهو عشان صبعي بس معلش اهو. المرته طلعت لي الطبق ده كده. ده المرته اللي انا طلعت لي من السمنه لما انا سيحتها او الزبده، فانا سبتها كده في جنب اهو. بس بناكل منها بقى اهو الحمد لله رب العالمين. انا طلعت منها كده دلوقتي المعلقتين دول عشان ناكلها دلوقتي. وهذا العيش بتاعنا بقى ما شاء الله، العيش جميل يا جماعه، عيش بقى من الفرن انا جايباه الصبح الحمد لله رب العالمين. وده غدانا بقى النهارده. بصراحه الغدا ده كان النهارده ناقص حاجه واحده بس، كان ناقص عندي. انا عندي ملوخيه ناشفه، فكنت بصراحه نفسي اعمل مرغوله، لان ما بحبش الملوخيه الناشفه ان انا اعملها مطبوخه. بصراحه مش بحبها، بحب الخضره. فالمهم ايه، انا عندي الملوخيه الناشفه، فقلت هعملها مرغوله. العيال بقى انا اللي بحبها قوي، فالعيال عندي مش هيشجعوا ولا يساعدوا. قلت لا، وكسلت بصراحه
عارفين يعني ايه كل واحد بيجي على نفسه، مع اني بعشقها والله، بس قلت لا، يعني انا اللي هاكلها لوحدي ملهاش لازمه بقى، خلاص ادام هم مش هياكلوا معايا، خلاص هعمل اللي هم بيحبوه وخلاص. فده غدانا النهارده، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. غدا كله خير وبركه من عند ربنا، الحمد لله. انا يا جماعه المفروض ان انا كنت انزل لكم المنيو بتاع النهارده ده او الغدا بتاع النهارده مع المنيوهات اللي انا بنزلها لكم على طول، بس بالامانه انا نزلته النهارده مخصوص والله علشان ندعي لحبيبه قلبي اللي لسه منزله التعليق بتاعها عندي في الفيديو اللي فات ده على طول، وبتطلب بالله عليكم، وبتطلب كده وبتقول قولي للجمهور عندك او للمتابعين بتوعك يدعوا لبناتي بالازواج الصالحين، اللهم امين يا رب العالمين. انا يا حبيبتي ذكرت كده في اول الفيديو وفي الاخر اهو بقول لك يا رب يبارك لك فيهم ويحفظهم لك ويقر عينك يا رب بأزواج صالحين لهم يا رب، يكونوا ولادك واخوات ولادك، ويكونوا ويكونوا أزواج لبناتك يا حبيبتي يا رب، ويقر عينك بهم حالا يا رب، وعاجل ليس آجل يا رب العالمين. يبعت لهم ولاد الحلال يا رب بحق لا إله إلا الله، هم وكل بنات المسلمين أجمعين يا رب، واحفظهم بحفظك يا رب، وكفيهم شر ولاد الحرام وشر اللي ما يقدروا عليه. كده يا جماعة بقى الحمد لله، إن شاء الله ادعوا لها في التعليقات بالله عليكم، خليها تعرف إن الرسالة وصلت، والحمد لله ربنا يكرمنا جميعا يا رب كده، وندعي لبعضنا كده بالهنا يا رب، والنبي يا رب، اللهم اكرمنا بكرمك باسم الله الأعظم الذي لا يضر باسمه شيئا في الأرض ولا في السماء، واكرمنا يا رب بحق لا إله إلا الله. إن شاء الله كده نتقابل بكرة بقى في يوم جديد، وكله خير وبركة وتوفيق يا رب، أقابلكم دايما على خير، سلام عليكم.